كنافة المانجا الخطيرة يا جماعة اللي ما يختلفش عليها اتنين، روحي تجيبيها بمبلغ وقدره من محل الحلويات. تعالى معايا في الفيديو اعرفك انا عملتها ازاي وبكل سهولة، ومش هتبطلي تعمليها ان شاء الله. عندك مناسبة، عندك عيد ميلاد، حبيتي تعملي لعيالك اي حاجة حلوة هتعمليها. هنسمي الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل المحلول او السيرم يا جماعة. معايا كوباية سكر كبيرة ومعلقتين وكوبايتين مية، وبحط عليها عصرة نص ليمونة. تمام. وهسيب المحلول على النار وهبدأ بقى اعمل الكريم شانتيه. معايا كوباية كريم شانتيه خام. معايا 3 معالق سكر. تمام. طبعا يا جماعة انا حطيت للكريمة، انا حطيت لها كوباية لبن مثلجة ومع كوباية كريم شانتيه وحطيت باستر كريم. بس الكريمة اللي هي بتاعة الحلويات بتحط مع الكريمة بس تمسك الكريمة وبتقلها معاكي شوية. تمام. حطيته بقى في التلاجة، وطبعا عملت المحلول وطفيت عليه المحلول 3 دقايق بالظبط. انا مش عاوزة المحلول تقيل. تمام. الوصفة معايا بتختلف. كان عندي نص كيلو كنافة في التلاجة، طلعته قطعته بس تقطيع عشوائي كده، حطيت له معلقتين سكر كبار مطحون وكوباية سمنة، وقلبته كويس جدا جدا. تمام كده. تقليب عشوائي خالص والكنافة طبعا انا مقطعاها تقطيع عادي خالص. ولا تفرميها ولا تنعميها قوي بايديك. انا مش عاوزاها في الوصفة دي تكون ناعمة قوي. تمام كده. هبدأ اولع الفرن على درجة حرارة 160 من فوق ومن تحت. وطبعا النص كيلو عمل معايا صينيتين يا جماعة، صينية كبيرة وصينية وسط. تمام. لان انا مش عاوزة طبقة الكنافة تكون سميكة معايا. هبدأ كده بس احط سمنة في الصينية، وابدأ الف كده الصينية وهعمل طبقة لا تقيلة لا سميكة ولا خفيفة. وهكبسها كويس قوي قوي، وهرش عليها بقى سمنة من الجوانب. تمام. آه، هرش على سمنة من الجوانب لان انا هقلب الصينية دي. هي المفروض يا جماعة بتتعمل، هما مش بيقلبوها يعني، هما عملوها تقريبا في بيريكس ازاز. بس انا يعني انا هقلبها بس عشان اوريكم بس الصورة تكون واضحة، لان لها كام طريقة وسهلة جدا الطريقة دي، بس جربيها. ودي الصينية التانية، يبقى نص كيلو كنافة عمل معايا صينيتين كبار. لو بتجيبي بس صينية من دي مش هيديكي، يعني انت عارفة بقى اسعار الحلويات دلوقتي. حاجة نظيفة حاجة تعمليها في بيتك. وهبدأ بس آه، اكبسها كويس جدا، وهحط عليها برضو نفس السمنة، لان دي هتتعمل حاجة ودي هتتعمل حاجة. تمام. كان عندنا بقى عندي مانجا بقى مخزناها في الفريزر وكده. هبدأ اقشرها، طبعا كانت متلجة جدا جدا على ايديا. بدأ اقشرها واحدة واحدة. هبدأ اقطعها بس كده طبعا هقطعها كده زي ما بيحطوها على التورتة، شرايح كده. تمام كده. وطبعا اللي هيفيض من الجوانب من المانجا بقطع مربعات. عاوزة بقى تقطعها كلها مربعات، ده حاجة ترجع لذوقك انتي، الشكل اللي انت عاوزاه. اهم حاجة تقطع، طبعا مش هينفع تقطع لما تكون جامدة معاكي جدا وطالعة من التلاجة من الفريزر مباشر. تمام. اهي بعد ما قطعت جزء منها، هي بس كانت متلجة جدا عشان بس اعرف اتحكم فيها. وقطعت يا جماعة جزء كده مكعبات، والله جميلة. السكر بتاعها حكاية وهتعجبك قوي قوي. انا ما كنتش من هوتها بس والله جميلة وانا اكلت منها. ده اول واحدة، طبعا انا حمرتها من فوق وتحت عادي. حبيت اقلبها لكم يا جماعة، بس شوفي ما شاء الله طالعة جميلة واللون واحد. حاجة بقى ترجع لراحتك، انت مش عاوزة تقلبيها اعملها في نفس الصينية، بس انا حبيت بس اغير الشكل كده. وطبعا يعني تحميرها من اما بتقلبيها بتدي لون حلو قوي، شكل جمالي حلو قوي قوي. طبعا هبدأ بقى الكريمة. طبعا الجو بدأ يبقى حر شوية، ما لحقتش بس في التلاجة. طبعا أنا عملتها بسرعة، تستني بس اما الكنافة برضو بتهدى شوية والسيرم اللي هو المحلول بيكون بارد شوية. وبتبدأ بقى تحطي الكريمة وتسويها كويس جدا جدا. وطبعا
انا ما كنتش عارفه اكمل بقيه المانجا لما هحطها في الفريزر الاول. سبتها حوالي كده نص ساعه تجمد، وبدات بقى اكمل ايه الفينش الاخير بتاعها، احط المانجا. يعني والله يا جماعه الطعم حكايه، والله جربوها ان شاء الله. انا بس بسهل عليكم الامور. طبعا دي الصينيه التانية، حطيت المحلول بدل بقى ما تقعدي تحمري على النار واحده حته تتحرق منك، مش انا حمرت مره واحده في الفرن. حبيت بس اوريك الطريقه السهله جدا وسريعه. طبعا العلب ديت بتاعت اتحط فيها الكنافة بمانجا. فالمهم انا مسكتها هرستها جامد بعد ما حطيت المحلول، وسويتها بقى بالمعلقة كده كويس قوي اهي. هي طبعا لو انت، انا بقى للاسف ما كانش عندي كنافة زيادة فانا عملتها طبقة واحدة. انت طبعا بتحط طبقة كنافة وطبقة كريم شانتيه وطبقة مانجا وترجع تحط طبقة كنافة، يعني بكل بتعمل من كل حاجة اتنين اتنين. تمام. بس انا للاسف الكنافه كانت عنده خلصت، فانا حبيت بس اوريكي كده ان انا ممكن يعني عملت منها تشكيلتين كويسين وهيعجبوكي قوي. وبعدين بقى حطيت المانجا اللي انا قطعتها وحطيت الكريمه وهي. وبعدين طبعا سبتها بعد ما حطيتها كده وزوقتها. طبعا بتسيبها في الفريزر بقى براحتك، ممكن ساعه على ما تبدأي تاكليها. والله جميله والطعم حكايه. وعملت من نص كيلو كنافة صينية حلوة قوي، والصينية التانية عملت منها علبتين بصراحة. كان عندي حاجات بقى من حاجة الحلويات بتاعة التورتة والحاجات دي اهي. آه، هتعجبك قوي قوي ان شاء الله. طبعا بعد ما طلعتها من الفريزر كده بنص ساعة لان كنت مستعجلة عشان التصوير. طبعا انا سبت ربع كوباية من المحلول، دهنت بس وش المانجا كده عشان بس ايه، زي كمبوت الخوخ كده اما بتلمع بيه ال- البتاع التورته. بس ده محلول عادي خالص من اللي انا عاملاه. والله جميله. ولو اول مره تشوفيني اعملي لي لايك واشتراك في مطبخ ام عمر. ويا رب تكون فيديوهاتي بتنال اعجابكم اهي. كان عندي كريز، اي حاجه بقى عندك مكسرات. العين بتاكل قبل الفم. والله كانت جميله. ولادي حبوها جدا جدا. قولوا يا ماما جميله واعملها لنا على طول. ومع السلامه في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد في مطبخ ام عمر.